السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنعمل معاكم فتة بالخل والثوم، بس قبل أي حاجة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ودلوقتي هنسلق معاكم اللحم. هنضيف بصلايه وطماطمايه وورق لوري وحبهان وفلفل اسمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودلوقتي معاكم هنقطع العيش الشامي مكعبات. دلوقتي هنحمر العيش في السمنة او الزبدة على حسب الرغبة، مع التقليب المستمر لحد ما ياخد لون ذهبي كده ويكون مقرمش. ودلوقتي هنعمل معاكم الصلصة. نزلنا بمعلقة سمنة كبيرة ومعلقة ثوم كبيرة مع التقليب المستمر لحد ما لون الثوم يبقى ذهبي. هنضيف صلصة الطماطم عليهم، ونزلنا بصلصة الطماطم مع معلقة فلفل اسمر كبيرة ومعلقة ملح. هنا معلقة معجون طماطم ومعلقة خل صغيرة. يلا بقى تعالوا معايا نعمل الرز. هننزل بمعلقة سمنة كبيرة ومعلقتين زيت، وهنضيف الرز عليهم ومعلقة ملح كبيرة، وهنضيف الشوربة بقى وهنعاير الرز بتاعنا الجميل وتقلبوا بقى كويس عشان ما يلزقش منكم من تحت. يلا بينا يا حبايبي بقى نعمل الدقة. هننزل معلقة سمنة كبيرة ومعلقة ثوم، وهنفضل نقلبهم لحد ما الثوم يحمر. طبعا هنضيف نص كوباية خل ونص معلقة كمون صغيرة او معلقة كمون على حسب الرغبة، وكوب من الشوربة ننزل بيها كده، وكده الدقة تبقى جميلة معاكم وجربوها هتحبوها.
يلا بقى نحمر اللحمة ونخليها لونها ذهبي كده وحلو وجميل. نزلنا بمعلقة سمنة، كده جابت معانا اللون الذهبي الجميل. وبص يعني ما تخليهاش ان هي تحمر قوي عشان تبقى طريه، يعني هي تاخد اللون بس وبعد كده تبقى حلوه معاكم. اللحمه هي خلاص خلصت معانا وبقى لونها ذهبي. لا تنسوا اللايك والاشتراك اصحابي. وكده خلصنا معاكم الفته ام خل وتوم، جربوها هتحبوها جدا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير.